معجزة مذهلة تتجلى أمامنا في هذا الأذان الذي نسمعه كل يوم 5 مرات. عدد كلمات الأذان، لو عددنا كلمات الأذان، يتألف من 50 كلمة. نحن نعلم أن الله فرض علينا 5 صلوات، والصلاة ب10 أضعاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي 5 وهي 50. فكان الأذان 50 كلمة بعدد 50 صلاة، لأن الحسنة ب10 أضعافها. الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله. سبحان الله. هل رأيتم هذه الملاحظة من قبل؟ يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله. أكثر كلمة تكررت هي اسم الله. عد معي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لماذا العدد 11؟ لأنه عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، فالله هو الواحد الأحد. قبل أن أنتقل إلى المعجزة التالية، اسم الله هو الكلمة الأكثر تكرارا في الأذان. أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله، وأكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله. تكرر اسم الله 2699 مرة. اسم الله في القرآن هو أكثر كلمة تكررت، وهذا العدد أيضا عدد أولي، مثله مثل عدد 11، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، لأن الله واحد. سبحان الله. أكثر حروف تكررت في الأذان هي أيضا حروف الله: الألف، اللام، الهاء. أكثر حرف تكرر هو حرف الألف، يليه اللام، يليه الهاء. سبحان الله، يعني شيء محكم جدا لا يمكن أن يكون من تأليف بشر. الأذان يتألف من كم مقطع؟ عد معي: مقطع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 مقطعا بعدد أشهر السنة، لأن هذا الأذان لا ينقطع على مدار السنة. سبحان الله. العجيب أن آخر مقطع في هذا الأذان لا إله إلا الله. كم حرف؟ انظر معي: لا حرفين، إله 3، إلا 3، الله تعالى 4، 2 زائد 3 زائد 3 8، و4 12 حرفا عبارة لا إله إلا الله. إذن الأذان يتألف من 12 مقطعا، وختم بلا إله إلا الله 12 حرفا، ليقول لك إن هذا الأذان لا ينقطع على مدار العام. الشيء الذي أذهلني فعلا أخي الحبيب، كم حرفا من حروف اللغة استخدم الله في هذا الأذان. انظر معي: حرف الألف واللام والهاء والكاف والباء، الراء، الشين، الدال، النون، الميم، الحاء، السين، الواو، الياء، العين، الصاد، الفاء. كم حرف؟ 17 حرفا. 17 حرفا. لماذا؟ لأن عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة كم؟ 17 ركعة. انظر معي: استخدم الله من حروف اللغة العربية، لم يستخدم 28 حرفا، استخدم فقط 17 حرفا بعدد الركعات المفروضة. طيب، متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء. ليلة الإسراء. سورة الإسراء في القرآن، سورة الإسراء كم رقمها؟ 17. سبحان الله. حتى السورة في القرآن رتبها الله تحت الرقم 17، هو نفس الركعات مفروضة ونفس حروف الأذان الذي ينادى به كل يوم 5 مرات للأذان. فعل الأذان في القرآن أيضا تكرر 5 مرات. سبحان الله العظيم. باقي شيء أخير أخي الحبيب، أن هذا الأذان معجزته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، وليس كما يدعي المشككون أنه من تأليف بشر
أو أن أحدا هو الذي اخترعه، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع فيه هذا الإعجاز. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.